عاوزين نعمل كحك العيد السنة دي أحلى من كحك المحلات، أحلى بكتير كمان، ويكون كمان واخد الطعم الجميل والريحة الحلوة بتاعت زمان. يعني طعم وريحة زمان وأحلى من بتاع المحلات، حاجة كده حلوة قوي. هنعمل كحك العيد النهاردة الناعم اللي بيدوب كده في البق، واللي طعمه بجد خطير. احلى كحك عيد بقى. هتاخدي كده الكحكايه، تمسكيها تدوب كده في ايدك، او هتدوب كده في البق، حاجه كده زي السكر. الكحك النهارده مقاديره مظبوطه جدا على الشعره، وكمان هقولك على حاجات كتير هتخلي الكحك معاكي حلو قوي. يعني مثلا لو الكحكه معاكي ممكن تشقق وانت كده بتقطعيها او بتعمليها كور عشان تحشيها، هقولك ازاي تعالجيها وما تشققش منك. وهقولك كمان ازاي تبقى ناعمة معاكي قوي اكتر من العادي. هقولك على كل اسرار نجاح كحك العيدي الفظيع ده. بس يلا نبدأ على طول. ويا مساء النور والسرور عليكم يا حبيبات القلب، يا أجمل الجميلات. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. معايا كده كيلو دقيق متعدد الأغراض، وهاخد كده الدقيق وانخله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا نخل الدقيق خطوة حلوة لأنه بيخليه كده هش كده وخارج منه الهواء، دي خطوة كويسة. بعد كده بعد ما نخلنا الدقيق بالشكل ده، معايا كيلو دقيق، واختاري الدقيق صح. والدقيق في دقيق بيشرب كده المادة الدهنية، وفي دقيق بينطرها، وهنشوف دلوقتي. بصوا بقى، اول حاجة كده حطيت 3 معالق من السمسم، والسمسم لازم يكون متحمص. لو جايلك مش متحمص لازم بقى تحمصيه في شوية سمنة. بس كده ادي اول حاجة، حطينا 3 معالق كبيرة من السمسم. بعد كده هحط معلقة كبيرة من ريحة الكحك. طبعا دي مهمة وأساسية. في ناس مش بتقول لا مش هنحطها، لا هي أساسية، هي ريحة الكحك. كمان حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من السكر البودر، وحطيت كمان نص معلقة من الفانيليا. هي دي كل المقادير الجافة. تعالوا بقى نعمل اختبار الخميرة. الخميرة بقى هنحط بقى تلت كوباية من المية كده زي ما انتوا شايفين، بس المية لازم تكون دافية، مش باردة ولا سخنة، لازم تكون دافية علشان تنشط الخميرة. وحطيت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة برضو من السكر، وهقلب السكر مع الخميرة وهسيبهم كده على جنب لحد ما الخميرة تنشط وترتفع. هنا معايا كيلو من السمنة كريستال. طبعا انا هعمل كيلو دقيق، وهاخد عليه بالظبط من 550 جرام سمنة ل 600 جرام على حسب نوع الدقيق بتاعك، لكن هو الافضل انه يكون 550. لو احنا لقينا العجينة بقى معانا هتشقق هنزود سمنة، مش هنزود مية. ما تزوديش اي سوائل اكتر من التلت كوباية مية اللي حطينا فيها الخميرة. بس كده هنا قدحنا السمنة كويس قوي وحطيناها بقى على الدقيق. والخطوة دي بقى اللي بتخلي الكحك معاكي خطير في ريحته بقى، وبصوا ريحته جايبة آخر الشارع. دي بقى الخطوة اللي رجعتنا 20 سنة لورا، وفكرتنا بقى لما كنا صغيرين واحنا بنعمل الكحك مع ماما كده، وكانت ريحته بتقلب الدنيا كلها. هي دي بقى الخطوة الأساسية. ومش بعمل أبدا الكحك على البارد، لازم أقدح السمنة، وطبعا ما تحطيش ايدك الا بعد ما السمنه تبرد كده. بعد كده بقى هنبدا ان احنا نبس العجينه كويس قوي. يعني العجينه لازم تتبس كده شويه كويسين. هنا الخميره نشطت معايا وبقت بالشكل ده وارتفعت، وزي ما انتم شايفين كده الخميره كويسه جدا. احنا اختبرنا الخميره وكانت كويسه بالشكل ده. حطينا بقى الخميره على الكحك، على عجينه الكحك يعني، وهنقلب بقى. طبعا هنا العجينه كانت بردت، وهنبدا ان احنا نبس بقى الكحك كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنبسه شوية كويسين، يعني دي خطوة أساسية في نجاح الكحك. عايزة اقولك انه لو الكحكة معاكي وانتي
بتكوريها كده علشان تحشيها لقيتيها بتشقق، يبقى لازم تضيفي شوية سمنة، اوعي تضيفي مية، لو ضيفتي مية هتنشف الكحكة معاكي. لكن احنا هنضيف شوية سمنة، ممكن معلقتين سمنة على حسب الدقيق ما ياخد، هتلاقيها معاكي زي الزبدة بالشكل ده. شايفين الجمال؟ العجينة كانت حلوة قوي، لا بتشقق بقى ولا بتفرول ولا هي بقى بتنفش كده في الفرن، لا خالص. العجينة مقاديرها مظبوطة جدا جدا. يعني انا عايزاكي تعتمدي المقادير دي في انك تعملي بيها الكحك كل مرة، مقادير مظبوطة 100%. هنا هنغطي بقى الكحك واحنا شغالين فيه، لانه ممكن لو اتساب للهوا هينشف. هغطي كده الكحك، وبعد كده هنبدأ نعمل الحشوة. هنحشي احنا النهاردة ايه؟ بملبن. ممكن تحشي بعجوة، ممكن تحشي بأي حشوة بتحبيها، بس انا بفضل الملبن. هحط بقى شوية سمنة، معلقتين سمنة كده بس سيحتهم علشان اعجن بيهم الملبن عشان يبقى طري معايا وانا بحشي الكحك. بس كده، هي دي بقى الحشوة. جهزنا الحشوة وهنبدأ ان احنا بقى نشتغل في الكحك بتاعنا كده، ونعمل بقى الكحك كده زي ما انتوا شايفين. العجينة حلوة قوي، العجينة بجد خطيرة. يعني بصي، لا بتشقق ولا اي حاجة، طرية معايا وناعمة وزي الملبن كده في ايدي اهو. هنشكل الكحك بمنتهى البساطة. بصوا الكمية دي ما خدتش 10 دقايق بالظبط وانا بشكلها، علشان العجينة ناجحة والعجينة طرية وملمسها ناعم قوي. بجد العجينة كانت حلوة قوي علشان المقادير مظبوطة جدا بالشكل ده. الكحك كان معايا في منتهى الجمال، لا بيشقق بقى ولا بيفرول ولا اي حاجة. بصوا الجمال بقى. هنبدأ بقى ان احنا نبصمه كده علشان نديله شكل حلو برضو، وهدخله الفرن. هنا الفرن في الوقت ده كان يعني ساخن مسبقا، وهبدأ ان انا ادخله بقى الفرن بالشكل ده بعد ما بصمته كده. والفرن كان ساخن جدا بجد، يعني مش دافيان، لا ساخن قوي. بس كده هنحط بقى الكحك بتاعنا القمر ده في الفرن بقى، ومفيش تلت ساعة بالظبط، وكان معانا احلى كحك بالظبط. تلت ساعة يعني في الفرن، تلت ساعة. زي ما انتوا شايفين كده الكحك لونه حلو قوي، اخد لون جميل. يعني في صاج انا حطيته تحت الشواية، والصاج التاني لقيت لونه حلو فما حطيتوش تحت الشواية. ممكن نكتفي بالفرن بس. شايفين بقى الحلاوة والجمال والطعامة؟ كحك حلو قوي، اخد كده طعم وريحة زمان الجميلة، ودايب كده وناعم ناعم قوي. عايزه اقولك ان ده احلى من كحك المحلات وتحدي. هتحداكي بقى. بصي شايفه الجمال؟ حاجه كده بجد عسل قوي. جربوا بقى الكحك بالطريقه دي، بجد خطير. عايزه اقول لكم ان ريحته كانت قلب الدنيا كلها، قلب الشارع كله. يعني الريحه كانت حلوه قوي، كمان الطعم خطير جدا، بجد طعمه كان وهم. طبعا انا مش بحط على كل الكميه سكر، السكر بيتحط على الطبق اللي هناكله بس، لكن غير كده مش هحط سكر على كل الكميه علشان بيبوظ الكحك، مش بيكون حلو لو قعد يوم واتنين على الكحك. بس هو ده بقى الكحك بتاعنا الجميل، كحك العيد القمر. بجد كحك حلو قوي، طعمه حلو، ناعم جدا، العجينة ناجحة جدا، المقادير مظبوطة جدا جدا. جربوا الكحك بالطريقة الجميلة دي، اكيد هيعجبكم قوي. بس بجد لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، ويا ريت كمان تحطوا لايك للفيديو، وما تنسوش بقى تعليقاتكم الجميلة. هستنى منكم التعليقات الحلوة اللي بتفرحني قوي. وكل سنة وانتم طيبين.